صباح الخير وصباح العافية وجمعة مباركة علينا وعلى أمة محمد أجمعين. جيتكم بهذا الفيديو كلش بسيط وحبيت أشاركه وياكم يوم الجمعة من الفيديوهات البسيطة إن شاء الله تعجبكم. نبدأ فيديونا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. مثل ما شفتوا بالبداية اليوم جمعة وحبيت أشارك وياكم هذا الفيديو، يعني يوم بيومه، ما عندي تصوير قديم، كله جديد يوم الجمعة هذا، فحبيت أنزله وياكم. يكون صراحة منتجت ب 12 الظهر، وخلي اشوف ايش وقت ينزل لكم المغرب العصرية ما ادري. بالبداية مثل ما شفتوا خبزت مو يوم جمعة وحبيباتي نايمات للتسعة للعشرة وقعدن ما بيشن حيل، لا كله نشاط وحيوي. انا قعدت بالستة كملت الصلاة مالتي وجهزت الريق وما طول متجمعين لازم كبة، وشون كبة تخبل مقسبة وشحلاتها، فحبيت اشارك وياكم. فاليوم اني قررت يوم الجمعة ماكو شغل بيه هواية غير الغدا يكون سمك، وعندي إذا ملابس أغسلهن وحنة لشعر البنات ذن الصغار. حبيت أشاركه وياكم من باب التحفيز إن شاء الله. حبايبي كل شن شاطرات ومعدلات أمهات بيوت إن شاء الله. وحبيت أشكر تعليقاتكم، تعليق كلش حلوات، أشكركم كلش هواية وأشكر ردودكم الحلوة حبايب قلبي، وكل الهلا بيكم وحياكم الله. أو مشتركات الجدد والقديمات على راسي، نورتني يا عمري. واللي وصلت لي هنا وعجبها الفيديو تشترك بالقناة، ولا تنسون اللايك يصعد الفيديو أكبر عدد إن شاء الله. مثل ما تشوفون اليوم عندي الشوادر، عندي الملابس مالت المدارس، يكون باليوم الأسبوع يوم الجمعة. إذا يكون عندي ملابس ما غاسلة الخميس أغسلهن الصبح في أسبوع عليه، أما اليوم لا هن يغسلن أغسل بس للصغار. هنا حبيت أخلي حنة لذن الصغيرونات الشعرهن بنات هاي النوعية الحنة كلش حلوة، وبنفس الوقت تصبغ الشعر، يعني جربتها أكثر من مرة أنا خليت للبنات. مثل ما تشوفون بشاي، يعني أسويها بشاي مو ماي، يكون الشاي دافي ها مو حار وصل شعر البنات. فيكتبوا لي بالتعليقات يا تحب الحنة، فاني دائما احط لشعرهم. تشوفون هذا اللون، هذا اللون يكون من الحنة حبايب قلبي، حبيت اشارك وياكم. هنا اخذنا لنا شوية فترة على معون فاكهة شوية، او حكينا شوية، عندنا موضوع، عندنا شيء من انا والبنات. تدرون يوم جمعة كلش حلوة الجمعة، يا رب ان شاء الله يدومها ويدوم هاي الهوسة الشقة والضحكة والسالفة يا ربي ببيوت كل العراق إن شاء الله، وكل عراقية وكل أم شاطرة وأم بيت إن شاء الله. الله يسعدها ببيتها وبأطفالها ويهنيها يا ربي، ويبعد عنها أولاد الحرام أو بنات الحرام. أكو تعليق دائما يجيني من بنية بس ما أعرف، تقول الله يبعدني، الله يبعد عني بنت الحرام. بعد ما أعرف شنو السبب، بيناتها عداوة، بيناتها أي شيء، يعني ماكو واحد خلصان من المشاكل حبايب قلبي، كل واحد عنده مشاكله. والله الحمد لله والشكر يا ربي، الله يعيننا إن شاء الله. إن شاء الله مع طول رب العالمين موجود. الحمد لله والشكر بوجود رب العالمين، ما نحتاج شيء. الحمد لله والشكر. مثل ما تشوفون أجل لكم الله هاي القزامة، قلت لكم تنظيف كلش بسيط يوم الجمعة، حبيت أشاركه وياكم من باب التحفيز لبنوتاتنا حبايب قلبي. مثل ما تشوفون هنا هسه كملت، أو طبعا يعني بشرافي، بس البنات يشتغلن هنا كملن. عندي المراوح مساحتها، عندي نقط الكهرباء، يعني عندي الثلاجات عندي وشي. هاي مثل ما تشوفون الملابس جففتها كل من دخلتها، خليتها شوية فترة بالشمس وبعدين دخلتها. عندي الشوادر المصلايات، عندي هذا الفرو مال ميز الطعام. وبعد ما أسبح البنات الصغار راح أخلي هذا لشعرهن، ما أدري يقولوا لي زين بعد ما أعرف اللي مخليه من هذا، تكتب لي بالتعليقات. صراحة أني ما عندي هيك يعني شغلات أو هواسي هيك شغلات، بس بعد مثل ما تشوفون هنا اليوم ما سويت شوي لأن سويت مرقة مشتهين السمك، يعني هذا باقي عندي من ذاك الأسبوع اللي شفتوه نظفته، يعني سويته مرقة كلش طيبة وسويته وياها تمن أبيض بس. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. مثل ما شفتوه هنا بعد ما تهدرت وخليتها على نار هادئة، شوف شلون مرقتها تخبل طلعت بنات. سهمنا وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي، إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. أرجع لكم بفيديو جديد، أترككم بحفظ الله وأمانه. حبيت أشاركه وياكم من باب التحفيز. مثل ما شفتوا مرقة السمك كلش بسيطة وتمن أبيض بدون لا شعرية ولا إضافات. حبيت أشاركه وياكم. وهنا عندي تبسي هماته طلعت اللي ما ياكلون السمك، فعندي اثنين ما ياكلون السمك ما يحبونه، فهنا عندي مرقة تبسي طلعتها وخليتها هماته على الطباخ. وما أخلى من هاي طاوتي الحلوة اللي تخبل اللي تجنن، إذا ما أعرف إذا ما أطبخ بيها. يلا كتبوني من عندها طاوة هيك مثل طاوتي. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، وبعدين نختمها وياكم ماعون أو كاسة هاي شوندر. حبايب قلبي إلى اللقاء، ألتقيكم بفيديو جديد.